عملت لكم النهارده طاجن مكرونه بالبشاميل من حواضر البيت. ما اشتريتش حاجات كتير من بره، او الحاجات كانت عندي في البيت كلها تقريبا. زي ما انتم شايفين جوسي. الوش بتاعها مقرمش، طعمها جميل. يلا بقى اقول لكم عملنا ايه. نزلت بحوالي لتر ونص من الحليب، وده هسخنه وانا بعمل بشاميل بلبن سخن، وهوريكم هنعمل ايه. نص كيلو من صدور الفراخ مقطعه رفيع. جزر مبشور كان عندي في التلاجة، وده اللي خلاني احطه. بصل، فلفل حلقات، فص ثوم، بهاراتك المفضلة. وانا جبت مكرونة فيتوتشيني اللي هي عاملة زي الشرايط الرفيعة، والنوع بتاعها ايطاليانو. نزلت في طاسة سخنة بقى بالفراخ مع البهارات لغاية بقى ما ريحة البهارات تطلع والفراخ تلون كده وتحسي ان هي استوت شوية. هتروحي بقى ايه جايباها في الطاسة على جنب كده زي ما انت شايفة. وفي الدهون اللي هي مكان تحمير الفراخ هنزل بالخضار اللي انا بشراه او مقطعاه صغير. وانا مش مقطعاه صغير قوي، انا يعني عايزه احس بيه برضو وانا باكل. شوحته لغايه ما دبل كده بالشكل دوت. وبعدين بقى ايه يعني عملت ميكس بقى ايه ما بين الخضار والفراخ مع البهارات. تعالي معايا شمي الروايح، حاجه فظيعه. هنا اللبن كان سخن، هنطفي عليه. مية سلق المكرونة غليت، هنحط عليها ملح بس، ما تحطيش زيت علشان اي صوص تحطيه يلزق فيها. هنا انا كنت قلبت بالغلط بالمعلقة اللي قلبت بيها الفراخ، وسامحوني على الغلطة ديت. زي ما قلت لكم انا استخدمت نوع المكرونة اسمه ايطالياني، والنوع دوت فاخر جدا ونضيف ومش غالي جدا وبيستوي على طول. في القالب بقى اللي انا هعمل فيه المكرونة بالبشاميل، نزلت المكرونة مع الفراخ وقلبتهم كويس جدا مع بعض، وزي ما انتم شايفين تتاكل كده من غير بشاميل حتى هتبقى خطيرة. جهزت بقى مكونات البشاميل: 3 معالق دقيق مع حوالي معلقتين من السمنة. وهتقلبي الدقيق على النار كده لغاية ما طعم الدقيق الني يروح. تمام. وبعدين بقى هتنزلي باللبن السخن، فص توم مبشور هيوديه في حتة تانية خالص، مع جوز الطيب وفلفل اسود ومعلقة كريمة. وطلع خفيف، وانا كنت عايزاه بالشكل دوت مع الوصفة دي. انا مش عايزاه تقيل مع الوصفة دي، انا عايزاه بالشكل ده. طبعا انا دلقت من الحل على طول، بس كنت بوريكم قد ايه خفيف. يلا قوليلي رأيكم.